السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير ولا خير. مرحبا بالناس اللي انضموا معايا باش يدعموا قناة جديدة. اليوم ان شاء الله غنوجد معاكم الكيك المول العجيب بحشوة جديدة. نتمنى تشجعوني بلي لايك والاشتراك في قناة شهوات سيدة الدار والبارتاج مع الأصدقاء والحباب ديالكم. نبداو بالمقادير بإذن الله. جوج كيسان ديال الطحين، كاس إلا ربع الزيت، نصف كاس سنيدة بغيت تزيد أو تنقص حسب الذوق، كاس إلا ربع د الحليب يكون دافي باش ما يطيبش لينا البيض، جوج أكياس كاكاو، جوج بيضات، جوج أكياس خمارة الحلوى. في هاد اللحظة ضع لي التصوير، ما تصور ليش. ضفت البيض وسنيدة وحركتهم مزيان، ثم ضفت الزيت والحليب وضربتهم وحركتهم مزيان بالضراب اليدوي. وعاد كنضيفو كاس الاول ديال الطحين مع الخماره وكنحركهم بشويه، ثم الكاس الثاني ديال الطحين والخماره وكنضيف ليهم كاكاو ونحركوهم بالضراب اليدوي دائما. كنحركوها مزيان مزيان حتى تخلط لينا الطحين، وكنحصلوا على هذا القوام. العجينه ما كتكونش خفيفه وما كتكونش قاصحه، من الاحسن كي كتشوفوا العجينه كتكون متوسطه. كناخذوا المول كندهنوه بالزبده والطحين ونكبوا الكيك من الاعلى وندخلوه الفران يكون بارد، يعني ما نسخنوش من قبل، على درجه الحراره 160، ومده ديال الطياب ديالو نصف ساعه، يعني كافي. في هذا المول هذا نصف ساعه كافيه. وبهذه الدرجه ندوزو للصوص الشوكولا. كنحتاجو فيها جوج اكياس الحليب، نصف كاس سكر، ملعقه كبيره كاكاو، وجوج معالق كبار د مايزينا. ناخدو كاسرونه كنخلطو الحليب مع المكونات اللي عندنا ونحركو غير بشويه على نار مهيله باش ما يلصقش لينا في قاع الكاسرونه، حتى تقل لينا لاصوص، تقل مزيان كيف كتشوفوا. ودائما مع التحريك، دائما ما كنحيدوش يدينا من التحراك باش ما كتلصقش. نخرجوا كيكه ديالنا من الفران ونسقيوها بالحليب وكولاكاو ولا كاس القهوه بقنا من الصباح، يعني حسب الذوق. هنا كنبداو كنستفوا في البنان ديالنا، يعني وحده على وحده. نسيت ما ذكرتوش في الاول. ونضيفوا فوق منه لاصوص شوكولا، نسرحوها فوق البنان ونزينو شوكولا فيرميسيل. وعلى الجوانب بغيت دير شوكولا محكوك ولا اللوز مهرمش، يعني كيبقى لك دائما الاختيار لك وحسب الموجود. احبابي كنشارك معكم تقطاع ديال الكيكه ديالنا
فعلا كتجي كيكه رائعه 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 في المذاق ولا في المنظر. كنتمنى تعجبكم كيكه ديالي وتجربوها بلا ما تردوا.